السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تونس تحيي اليوم الذكرى 62 لعيد الجلاء الزراعي، واليوم العيد الموافق للعيد الوطني للفلاح. يعني تونس اليوم تحيي العيد الوطني للفلاح. به اليوم نورمالمون العيد تاع الفلاح، هذا متفاهمين فيه. به رسالة اليوم عبر قناتي على اليوتيوب، لأول مرة أخرج بفيديو مدته 4 دقائق وبعض ثواني. به رسالة إلى السيد رئيس الجمهورية، ثم إلى السيد وزير الفلاحة السيد عز الدين بالشيخ، حول أهمية الاستثمار. باهي حنحكوا على الاستثمار الفلاحي، ثم يجي من بعد التكوين المهني الفلاحي. خاطر التكوين المهني الفلاحي بالطبيعة الناس الكل باش تقراه، ثم شكون يحب يقراه وثم لا. أما علاش باش يقرا؟ على جال الاستثمار. علاش الاستثمار؟ طبعا شعارنا هو السيادة الغذائية قرار وليس خيار. باهي نرجع للاستثمار. علاش الاستثمار؟ ها باش نقولك علاش. اولا باش الشباب يلقى فرصة للتشغيل والى اخره. ثانيا الشباب التونسي وما برشا شباب يحب يخدم. ما كاش شكون اللي يدز معاه. برشا شباب يفهم في الفلاحة، برشا شباب برشا. نحكي على نوعية خاصة مش على الكل، ثم برشا يرجعوا على حاجة أخرى. مثلا أنا كشاب تونسي يرجعوا على الفلاحة. صحيح أنا نحب الفلاحة، نحب نخدمو، عندي استثمار فلاحي وعندي نحب ناخذ دبلوم في الفلاحة وإلى آخره وإلى آخره. الشاب التونسي يحب يخدم في الفلاحة. سيد رئيس الجمهورية وسيد وزير الفلاحة مثلا، يعني لو انتم عملتوا اللي انا اقترحته من قبل وقلت الاستثمار الفلاحي. علاش الاستثمار الفلاحي؟ مثلا غلاء الاغنام وغلاء المعيشه. شنو خلى غلاء المعيشه؟ اللي هو الخضره والغله والى اخره. لو كان جاء الشباب التونسي معناتها ثم استثمارات، ما كانش العلوش باش يغلى بالطريقه دي حسب فكري انا. خاطر يبدا مثلا 40 50 انسان عامل مشروع، سي نورمال باش تكثر الغنم، تولي تنقص الطلبيه. اما توا ثم البعض عاملين غنم، والتجار يستغلوا في الفرصه هذه. يعني بعض الفلاحين قاعدين يتخلصوا من البضاعه نتاع خاطر العلفه غلت، الماء ما عادش، الشعير ما عادش الى اخره. برشا شباب يحب يخدم، لكن المشكله الكبيره هو انه الدوله مش قاعده تعاون، مش قاعده تدز معاه في الاستثمار، وهذا هو المشكله الاكبر. فلو انك يا سيد الرئيس وسيد وزير الفلاحه تطلعوا برشا في الاستثمار، فهو سيخدم جميع القطاعات. ان شاء الله تفهموا اللي قاعد انا نحكي فيه. خاطر انا نحب على تفهموا واش معناتها استثمار فلاحي. معناتها انتم باش تعاونوا الشباب باش يعمل مواطن شغل كبيره، سواء باش يعمل معصره، سواء باش يعمل سواني باش تخدم فيها العباد، سواء الى اخره. الاستثمار الفلاحي علاش مهم من اجل السياده الغذائيه. اعاده سوق الفلاح. سوق الفلاح لازم يرجع. السياده الغذائيه مهمه جدا جدا جدا. ان شاء الله الفيديو يوصل للسيد رئيس الجمهوريه على قناتي على اليوتيوب، وان شاء الله العالم الكل يفهم ايش معناتها الفلاحه التونسيه، وخاصه التشجير، باش نقصوا من ارتفاع درجات الحراره. على فكره يعني كلما نقصنا من ارتفاع درجات الحراره كان باهي. التشجير والاستثمار الفلاحي مهمين جدا. ان شاء الله فهمتوا اللي حبيت نلخصه في 4 دقائق وحكيت فيها. هذا يقول خاطر انا مولع برشا بالفلاح، نحب نعمل استثمار فلاحي، نحب نقرا التكوين المهني الفلاحي. شكرا لكل من سيستمع الي، ولا تنسوا التعليقات والاشتراك بالقناه ليصلكم كل جديد الجديد. وشكرا لكل المتابعين 198. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.